ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة نيمو دايز. النهاردة زي ما انتم شايفين كده عملنا حاجة سهلة جدا، تورلي باللحمة. بجد ولا احلى ولا افيد ولا اطعم من كده. طريقته سهلة جدا زي ما انتم متعودين معايا، وحلوة جدا، مش بتقفوا فيها كتير في المطبخ، كله بيخلص مع بعض. يلا بينا نشوف طريقتنا الحلوة. بس قبل ما نشوف الطريقة ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا بينا. اول حاجة هنقول بسم الله واللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله. عندي هنا الخضار بتاعي انا مقطعاه. هنا بطاطس وفاصوليا وبسلة وجزر وكوسة. اوكي، طبعا على حسب الخضار اللي انتوا عايزينه. تمام كده. انا قطعته طبعا وغسلته كويس جدا. وهنا عندي طماطم برضو قطعتها، وعندي هنا بصلتين كبار قطعتهم، وهنا عندي اللحمة اي مقدار، وهنا عندي 3 فصوص من الثوم مفرومين، وهنا عندي مرقة دجاج، وعندي هنا معلقة كبيرة من الملح، وعندي نص معلقة من الفلفل الاسود، وعندي نص معلقة من الثوم الباودر ومن البصل الباودر. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده جبت معلقتين من السمنة. تمام، حطيتهم في الحلة كده. هقول لكم طريقه حلوه جدا 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 تطلع التورلي طعمه بجد تحفه. زي ما انتم شايفين كده هنا عندي معلقتين من السمنه. اوكي، حطيت معاهم بالظبط 3 معالق من زيت سيلا. طبعا اي زيت انتوا عندكم، يعني اي زيت ذره. تمام. طبعا هنزل دلوقتي عليها بالبصل بتاعي. البصل مقطعاه كده ترانشات كده، وهبتدي اقلب كويس جدا البصل مع السمنه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هفضل اقلب البصل مع السمنه بتاعتي لحد ما يدبل مني شويه، يدبل معايا شويه. تمام. كده البصل دبل معايا شويه، نزلت عليه باللحمه. طبعا اي مقدار من اللحمه اللي انتوا تحبوه على حسب كميه التورلي. تمام. هفضل اقلب كده اللحمه زي ما انتوا شايفين كده مع البصل لحد ما لونها يتغير خالص خالص خالص. يعني هفضل اقلب كده مثلا حوالي 7 أو 8 دقايق زي ما هتشوفوا بالظبط. دلوقتي هتشوفوا لونها اتغير خالص. تمام. دلوقتي حطيت الثوم بتاعي، طبعا بيدي ريحة تهبل. 3 فصوص الثوم المفرومين دول بجد تحفة تحفة تحفة. هتفضلوا طبعا كده تقلبوا كده. ودلوقتي حطينا التوابل بتاعتي. طبعا الماجي انا بحب احطها جدا في الاكل، بتدي طعم حلو جدا. في ناس مش بتحب الماجي، بس انا بجد بحبها جدا، من البهارات الطعمة جدا. تمام. هفضل اقلب كده زي ما انتم شايفين اهو لون اللحمه اتغير خالص، بقى لونها حلو جدا. تمام، بس طبعا لسه ما استويتش خالص. انا مجرد بس اللي انا بديها لون، بدل ما احطها نيه على التورلي على الخضار على طول. في ناس بتحب اللي هي تسلقها. تمام، بس انا ما بحبش اسلقها، بحب احطها كده بتدي طعم احلى جدا. دلوقتي هنزل بالطماطم، وهفضل اقلب برضو تقلبتين كده، واسيب الطماطم مع اللحمه والبصل لحد ما الطماطم تنزل ميتها. تمام، واحس ان الطماطم دبلت معايا خالص. اوكي، الطريقه دي بجد بتخلي التورلي طعمه تحفه.
زي ما انتوا شايفين كده الطماطم خلاص دبلت خالص ونزلت ميتها اهو. تمام. دلوقتي انا نزلت بالخضار بتاعي كله وقلبت كويس جدا، حطيت كمان حبة ملح صغيرين. تمام. وحبة فلفل اسود، يعني برضو حوالي نص معلقة تانية فلفل اسود. فلفل اسود يديها طعم حلو جدا، لان انا مش حاطة اي فلفل حراق. نسيت اقول لكم انا حاطة فلفل كمان، فلفل كوبي. وهنا بحط صلصة، بحب برضو شكل الصلصة قوي مع التورلي، بيديله شكل حلو جدا. اوكي. وهنا بحط مية، بس طبعا المية بحطها مية سخنة عشان اللحمة بتاعتي لازم احط مية سخنة. تمام. وهفضل سايباه بقى على النار كده زي ما انتم شايفين، مش هوطي ولا اي حاجة، لان هو هيكمل السوا بتاعه في البرام. تمام. فكده كده هو هيكمل بقية السوا بتاعه في البرام. انا كده سايبه النار عالية خالص عادي جدا، وزودت تاني دلوقتي حبة صلصة اهو، وهسيب النار بتاعتي عالية اوكي لحد ما احس ان اللحمة بتاعتي استوت، واحس ان الخضار بتاعي يعني استوى. تمام. كده زي ما انتوا شايفين خلاص فاضل حاجات بسيطة جدا واطفي عليها. بص شكلها عامل ازاي، شكلها حلو جدا، والصلصة عطيها لون جميل جدا. كده خلاص استوت زي ما انتوا شايفين. طبعا جبت البرام بتاعي وحطيت هنا برام كبير وكان عندي برام صغير. تمام. وهدخلهم في الفرن، طبعا كنت مولعه الفرن من تحت ومن فوق اوكي، وكنت مسخناه. وزي ما انتوا شايفين البرامين طلعوا تحفة، شكلهم حلو جدا، طعمهم يعني بجد لا يوصف. وبالهنا والشفا. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، لان انا بكبر بيكم. وربنا يخليكم ليا. سلام.